معرض الفرس والذي ترأس اليوم صاحب سمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن حفل افتتاح نسخته التاسعة يسلط عبر شعاره فنون الفروسية التقليدية الضوء على المتدخلين في قطاع الفروسية المغربية من الحرفيين إلى المربين ومعالمها الفريدة كالتبوردة والخيول البربرية وكل الحرف المرتبطة بها. مرة أخرى مناسبة باش تبين يعني اش تعمل في الفنون ديال الفروسية واش تعمل كذلك في الميدان ديال الخيول والمسار الطويل اللي تقطع هذه السنوات كلها الأخيرة والاهتمام الأكبر ديال صاحب جلالة لهذا القطاع. وكاين يعني برامج اللي هي مشوقة وكاين عروض اللي هي غادي تكون في يعني في الغاية المتعة إن شاء الله. هذه السنة هذه إن شاء الله غادي نسلطوا الضوء على الفن الرئيسي ديال هذه الفنون اللي هي التبوريضه، واللي غادي ننظموا ان شاء الله بهذه المناسبه الكأس صاحب الجلاله الملك محمد السادس. برنامج هذه السنة متكامل ويتضمن عددا من المسابقات الخاصة بالخيول إلى جانب لقاءات تواصلية وندوات موضوعاتية وكذا رواق للجهات وفضاء لعرض كل متعلقات والأنشطة المرتبطة بالفرس. أنا من مدينة الدار البيضاء والخامس فلاتيني راسوني كندير هذه الحرفة هذه، كندير السلوزة ديال التبوريضة اللي من طروزين باليد واللي عندهم واحد الهيبة في ركوب الخيل. المعرض الدولي للفرس الجديدة كيمثل لنا واحد المناسبة فرصة لترويج المشروع ديال التعاونية الفلاحية الخيل وخير، وهو تنظيم السياحة الفروسية بالمنطقة، واللي كيمتد من قصبة بولعوان إلى نهاية واد أم الرابع بأزمور. وتعرف دورة هذه السنة مشاركة عربية مميزة من خلال أروقة دول كالإمارات والسعودية وقطر. نحن مشاركين السنة بمهرجان الفرس بالجديدة بمسابقة الشيخ منصور للجواد العربي. هي مسابقة فوتوغرافية ينظمها اتحاد مصورين عرب تعنى بجماليات الخيل العربي الجواد. أضفنا لها السنة ثيمة جديدة هي تبوريدة، وهي يعني فعالية تراثية من التراث المغربي. وخلال هذا الحفل كذلك تابع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن عروضا مشوقة في فنون الفروسية الاستعراضية تكشف التفوق المغربي من خلال عروض لفرق من الحرس الملكي والدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المسلحة الملكية، كما تابع سموه عروضا في فن التبوريضة.